أسد الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة يلقن ممثل الجزائر والبوليساريو درسا قاسيا أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. خلال جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اتهم بوريطة النظام الجزائري برعاية تنظيم انفصالي متطرف، واصفا حركة البوليساريو بالحركة المتشددة. ممثل النظام الجزائري لم يجد ما يرد به على الوزير المغربي الذي واصل تفنيد الادعاءات بالأدلة والوقائع. في الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في أديس أبا، جدد المغرب تأكيده على العلاقة الوثيقة بين التطرف والانفصال والميليشيات المسلحة، في إشارة واضحة إلى البوليساريو والجماعات المسلحة غير النظامية. الوفد المغربي شدد على التزام المملكة الراسخ بمحاربة التطرف بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن البوليساريو ليست سوى منظمة متطرفة وأن راعيتها الجزائر تدعم هذا التطرف علنا. كما أكد على الروابط الواضحة بين الإرهاب والانفصال والميليشيات المسلحة، محذرا من خطورة الجماعات الخارجية عن سلطة الدول. المغرب كان قد طالب الأمم المتحدة سابقا بتصنيف تنظيم البوليساريو كمنظمة إرهابية بالنظر إلى الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين في عدة مناطق بالصحراء، أبرزها منطقة أمهيريز ومنطقة جمهيم التي تعرضت للقصف من قبل عناصر البوليساريو قبل بضعة أشهر. بوريطة أكد أيضا أن ملف الصحراء المغربية لم يعد مطروحا على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد القرار الذي تم اتخاذه في قمة نواكشوط عام 2018، وهو ما يعكس وضوح الرؤية داخل المنظمة الإفريقية. وفي ختام مداخلته شدد وزير الخارجية المغربي على التزام المملكة الراسخ بتحقيق الأمن والسلام والتنمية في القارة الإفريقية من خلال نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه القضايا. كما أوضح أن جبهة البوليساريو تشكل خطرا حقيقيا على استقرار وأمن الدول الإفريقية، مؤكدا أن مجلس السلم والأمن الإفريقي تجاوز القضايا الأمنية التقليدية ليشمل جوانب أخرى تهدف إلى تعزيز الحوكمة السياسية والديمقراطية في القارة. بوريطة أشار أيضا إلى أن هذه الدورة كانت مميزة بالنسبة للمغرب، حيث ترأس خلالها مجلس السلم والأمن في شهر فبراير، وقدم تقريرا شاملا حول الوضع في القارة الإفريقية، مشددا على أن الدول التي تدعم الانفصال هي في الحقيقة داعمة للتطرف وزعزعة الاستقرار.